السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد الاحوال يا رب العالمين. انا لسه صوتي متغير لان انا لسه صاحية من النوم، فيعني ايه ما تدققوش بقى. هنبدأ النهاردة نحضر الغدا. انا يعني لسه بادئه كده افتح عينيا، فالاكل ده عايزه وقت على النار، فانا قايمه لها ايه على طول. اول حاجه هعملها اول ما صحيت هنعمل فتة كوارع. طبعا الكوارع بتاخد سوية شوية كده، فانا قمت لها بدري بقى عشان نخلص على ميعاد الغدا. فتعالوا النهارده نجهز احلى فتة، لان ده اوامر الست لولو اللي معرفش هي طالعه في دماغها النهارده تاكل الفتة وفتة كوارع فيلا نعملها لها وان شاء الله تطلع احلى حاجة، ونكمل الفيديو سوا. خليكم معايا. زي ما انتوا شايفين هنا كده انا مقطعه الكوارع وغسلاها وتمام، واللحمه كمان مقطعاها. هنبدأ بقى نحط مية السليق على النار. انا حاطه لكل حاجه حله، يعني هسلق دي لوحدها اللي هي الكوارع، وهسلق اللحمه لوحدها. ليه؟ علشان الكوارع بتاخد سوية زيادة، واللحمة لو سبتها مع الكوارع هتتهري، فهسلقها لوحدها تاخد سويها المظبوط، والكوارع تاخد سويها براحتها وتاخد الوقت بتاعها. هسيبهم على النار لحد ما الريم بتاعهم يبدأ يطلع واشيله. انا بحط المية تغلي، مش هحط اي اضافات خالص للمرقة بتاعت كوارع او اللحمة، لان انا عايزة المرقة بس، الاضافات بتبقى بعد كده في الفتة هتشوفوها معايا. هنا اللحمة بدأت تطلع الريم بتاعها، هنطلعها نقشط الريم كده من هنا ومن هنا، من على الكوارع ومن على اللحمة زي ما انتوا شايفين كده. لازم عشان الشوربة بتاعتنا تطلع نظيفة وبيضة زي الفل. شلنا الريم وهنسيبها تستوي. طبعا لو طلع ريم تاني هبقى بشيله برضه. نسيب بقى اللحمة والكوارع يستووا ونبدأ نشوف هنعمل ايه بعد كده. زي ما انتوا شايفين معايا هنا انا جهزت صينية البطاطس وتبلتها. طبعا قطعت البطاطس كده بشكل دواير، وقطعت عليهم بشرة بصل وتوم وملح وفلفل وبابريكا وايه بهار لحمة، وده بس مجرد ان انا تبلتها وسبتها شوية على ما اعمل عصير الطماطم. هنبص بقى على الكوارع بتاعتي تقريبا كده زي ما انتوا شايفين معايا بدأت تدخل في السوي، واللحمة كمان شوية كده وهطفى عليها عشان احطها مع البطاطس واكمل سواها. زي ما انتوا شايفين معايا كده بعد ما حطيت عصير الطماطم للبطاطس حطيتهم على النار، هحط بقى قطعتين كده من الكوارع في الصينية، وهنحط اللحمة بتاعتي مع البطاطس وهسيبها تستوي. زي ما انتوا شايفين معايا كده هنبدأ نعمل التومة بتاعة الفتة. معلقة من التوم المهروس، طبعا زي ما انتوا شايفين معلقة كبيرة حسب الكمية طبعا اللي معاكي. انا هنا حاطة معلقة كبيرة من التوم المهروس مع شوية زيت، هنقلبهم على النار، مش هنسيبها تاخد لون، انا عايزاها بس تدبل كده على النار وتبدأ ريحتها تطلع، يعني مش عايزاها تاخد لون غامق خالص عشان ريحتها وطعمها يبقوا فيها زي ما هما. وبعد كده هنضيف لها الخل، حوالي نص كوباية من الخل، او على حسب انتوا بتحبوا الخل زيادة او لا. انا هحط نص كوباية بس طبعا انا زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي الخل بتاعي ريحته مش فواحة قوي، فانا بعد ما حطيت
نص الكوباية زودتها كمان، وبعدين رجعت زودتها كمان لان ملقتش الخل اللي عندي اي ريحة، معرفش بقينا حاطين مكانه مية ولا ايه. فانا هقلبها كده زي ما انتوا شايفين. اول ما بدأت كده ايه يعني طروفها تاخد لون، هضيفها على طول هضيف لها الخل على طول زي ما انتوا شايفين معايا كده. انا ضفت في الفنجان ده، وضفت فنجان كمان هو بمقام نص كوباية. هقلبهم تقليبة. طبعا المرقة انا ضايفه لها الملح، فانا مش هضيف ملح تاني، هو كفاية كده الملح اللي فيها. وهنضيفها على طول على المرقة. وهنجيبهم بعد كده على النار. معلش بقى المنظر بتاع البوتاجاز ده مكان الطبيخ، وهو اساسا البوتاجاز قديم، فربنا يسهل بقى كده ونجيب غيره جديد. هنسيبها تغلي، وعلى ما نحضر الرز هنبدأ بقى نجهز. بعد ما عملنا الرز بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده رز مفلفل، هنفرده في السرفيس بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين، وهنحط حواليه العيش. انا العيش بتاعي ما حمصتوش، انا عندي عيش ناشف مقرمش كده، كسرته بطريقة عشوائية وهنحطه على الطروف. يعني انا بحاول بقدر الامكان اعمل الفتة بتاعتي تكون خفيفة، مفيش فيها دسم زيادة، كفاية الدسم بتاع الكوارع بتهيألي. فانا بعمل الرز بيكون زيته خفيف شوية، وكمان العيش مش بحمصه في الزيت علشان يبقى برضو اخف لحد ما. يعني هي فتة مهما كانت حاولتي تعمليها خفيفة فهي أكلة تقيلة، بس احنا بنحاول بقدر الإمكان نخلي أكلنا خفيف شوية. فأنا كسرت العيش كده بطريقة عشوائي، وهحطه في طروف السرفيس بتاعي. وبعد كده هضيف ليه المرقة واحدة واحدة كده واسقيه، وهنضيف على الوش قطع الكوارع أو اللحمة. وهيتقدم بالشكل ده زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. هاخد من المرقة كده واسقيه كويس قوي العيش والرز. طبعا المرقة كلها فيها التومة وفيها الخل، فهي مش محتاجة تقليب ولا توزيع كتير. بناخد قطع الكوارع كده او اللحمة بنحطها على وش الطبق من فوق، بيبقى المنظر حلو كده. دي طريقة الفتة الخفيفة اللي انا دايما بحب اعملها. في الطريقة التانية اللي بتتعمل بالصلصة، هي حلوة برضو وعملتها معاكم قبل كده، بس انا بصراحة بحب الطريقة دي جدا. بحس انها خفيفة مش تقيلة على المعدة، وكمان مش حامية على المعدة، فبستخفها بصراحة. زي ما انتوا شايفين معايا كده خلصنا الغدا بتاعنا. صينية البطاطس طالعة زي الورد، والفتة الخفيفة الحلوة عملتها زي ما انتوا شايفين معايا وقدمتها بالشكل ده، ومعهم شوية مرقة او شوربة بالنخاع بتاع الكوارع. حاجة بجد تحفة. الف هنا يا رب في قلب اللي هياكل، ويا رب تعجبكم وتنفذوها وتقولوا لي رأيكم فيها. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة حبايب قلبي.